صوص واحد يجمع كل صوصات الكشري. طريقة سهلة، ملمس كريمي ولذيذ. خلونا نشوف الطريقة. في مقلاة على النار نضيف كمية مناسبة من الزيت والبصل طازج أو مجفف، النوع اللي تحبوه. نحمسه حتى يبدأ يتحمر، ثم نضيف طماطم معلبة ومهروسة، وما ننسى رشة الملح. نترك الطماطم على النار حتى تتبخر جميع السوائل ونحصل على صوص ثقيل وسميك. بعدها نرفعه عن النار وننتقل به إلى الخلاط. نضيف التالي كمون خل بكميات مناسبة، ورشة صغيرة جدا من الفلفل الأحمر. لا تقلقوا، حرارة الفلفل ما راح تبين، لكن بتعطي عمق لنكهة الصوص. نضيف ثوم بالكمية اللي نحبها، طازج أو مجمد حسب المتوفر، ونخلط الجميع لين نحصل على صوص ناعم جدا وكريمي. الزيت اللي بالكشنة في الخلاط يعطينا هاللون الجميل والملمس الكريمي. تقدروا توازنوا ثقل القوام وتتحكموا فيه بإضافة الماء أو الزيت. وبس كذا يكون عندكم ألذ صوص كشري. ممكن تجربوه، ومو بس للكشري، تقدروا تجربوه مع وصفات كثيرة أو حتى تعملوا منه صوص تغميسة. جربت أخلط معها زبادي ومايونيز وفلفل حسب الرغبة، وطلعت تغميسة رهيبة. دائما ضيفوا لمستكم الخاصة وابتكروا ألذ الصوصات اللي تناسبكم. أتمنى تجربوه وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك وتعليق واشتركوا بالقناة حتى نستمر مع بعض. دمتم في رعاية الله وحفظه.